السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا معايا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله. كان اقترحنا غريبة بجنجلان محمر ومسمد. واحد غريبة كتجي رائعة، كتجي مرمرة وكتجي رطبة وكتجي شيشة وكتعطينا كمية كثيرة. فقط 125 غرام ديال الزبدة غادي نخرجوا 70 حبة ديال الغريبة بحجم متوسط كما كتشوفوا قدامكم. وغادا نوظفوا كذلك صوص حليب النيدو. من بعد ما ولينا زبدة حليب نيدو غادا نوريكم كيفاش غادا نردوه للصوص حليب نيدو من جديد وغادا نخدموا به. وكان هذا بدايه ديالو في هذه الحلوه هذه. ان شاء الله نخدمها معكم في حلويات اخرى اللي غتشوفوها من بعد ان شاء الله. صوص ناجح 100%. وكبرحب بالناس اللي معايا في القناه، نقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه ديالكم اللي هي في الحقيقه قناتكم منكم واليكم. وكبرحب بالناس الجداد اللي التحقوا بالقناه ديالي، تنقول لكم شكرا لكم على الثقه اللي وضعتوا فيا، بارك الله فيكم. وتنقول لكم فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، واللي ما اشتركش اشترك. ومرحبا بكم من جديد. وكبرحب اي واحد التحق بهذه القناه شافوا صدفه في اليوتيوب، تنقول لك شكرا لك. ودخلوا شوف لي الفيديو حتى الاخر وفعل الجرس ودير لي واحد البصمه وتعليق محفز. وشكرا لك بزاف بزاف ومرحبا بك في قناتي وقناتك المتواضعه قناه ام ياسر. ونبداو على بركه في الفيديو وفي طريقه الاستعمال والمكونات. كما كتشوفوا قدامكم عندي نص رابعه ديال الزبده يعني 125 غرام، وعندي كاس العنبه اللي غادي نعبر به جنجلان محمر ومهرمش، وكذلك كاس ديال الدقيق فورس اللي محمر، وكاس تاع الزيت وجوج بيضات وخماره بقيمه 8 ولا 7 غرام. وعندي الدقيق اللي غنخدم فيه 600 غرام اللي غتهز لي هذه الحلوه هذه. كيبقى دائما الدقيق على حسب حجم البيض وعلى حسب النوع ديال الدقيق. انا هزت ليا 600 غرام ديال الدقيق. صافي البنات، اول حاجه كناخذ الزبده وكنقطعها طريفات صغار بحكم ان كانت في الثلاجه وكانت بارده. الا كانت عندكم درجه المطبخ بلا ما تقطعوها، صافي كنقطعها طريفات صغار وكنخلطها مع السكر وكندلكها مزيان حتى الزبده ما كيبقاش فيها هذوك الحبيبات. المهم هاد الطريقه كلشي كيعرفها. وكندير مع واحد قبيصه ديال الملحه ضروري. هاد الملحه ضروري كتكون معنا سواء كان في المالح ولا في الحلو. واحد قبيصه صغيره ديال الملحه وكندلك كلشي مزيان كما شفتوا حتى ما كيبقاوش ليا داك الحبيبات تاع الزبده. وكنبقى نضيف المكونات شويه بشويه. كناخذ جوج بيضات. انا عندي البيض البنات متوسط ماشي كبير بزاف. الا كان عندكم البيض كبير خذوا غير وحده. انا عندي البيض هنا متوسط ما كبيرش بزاف، خذوا غير وحده. الا كان عندكم بيض كبير صافي. هنا البنات كندلك مزيان عاوتاني. المهم فما كنضيف اي مكون وانا كندلك. غادا نضيف الزيت، كاس تاع الزيت دائما بكاس العنبه كنعبر، وكاس تاع الدقيق المحمر اللي هو دقيق الفورس. وغنضيف كاس تاع الجنجلان من بعد ما نقيته وحمرته وهرمشته. يعني غير كنهرمشو، ما كنخليش يطلق الزيت باش يبقاو دوك الحبيبات باينين في الغريبه. ودابا غادا نضيف الفورس. الفورس انا هي الدقيق الابيض يعني نوع الجيد ديال خاص بالحلويات. غادا نخدم 6 الكيسان، غندير 5 في الاول والكاس الاخر غادا نضيف شويه بشويه. ودائما كنخلط غير بالاصابع. اي غريبه البنات اي حلوه ما كتخلطش بالكف غير بالاصابع. وهاد 4 كاس اللي بقى ليا في الكاس السادس غادا نضيف ليه خماره قيمه 7 غرام ولا 8 غرام. ونعاود نخلط عاوتاني دائما بالاصابع. كما كتعرفوا الخميره كنخلي انا حتى الاخر، اما ديريها مع الكاس الاخر ولا تخلي معها شي معالق ديال الدقيق. المهم كنديرش انا في الاول ديال الدقيق الصراحه، وكتعطي واحد المفعول اللي هو زوين احسن من انك ديريها في الاول. اي حلوه كنخليها انا حتى الاخر عاد كنخدمها. صافي كما كتشوفوا كندخلها بهذا الشكل هذا غير بالاصابع وما كندلكش. حلوه زوينه البنات، بغيتكم تجربوها. كتجي لذيذه وكتجي مرمله من الداخل وكتخرج كميه كثيره. كما شفتوا غير ب 125 غرام ديال الزبده. البنات ما تنسونوش في اللايكات، الله يجازيكم بخير راكم كتنساوهم. وعاد تعرفوا باللي اللايك هو اللي كيرفع الفيديو. يعني من وصلوا ل 3 دقائق تاع المشاهده نديروا واحد اللايك. ندير واحد اللايك باش يثبت باش ما يتحيدش. اللايك اللي دار في الاول راه كيتحيد البنات ما تيبقاش كيتحيد، لان بالاخص اللي ما كانش المشاهده يعني كامله ولا هذا كيتحيد الصراحه. اليوتيوب ما كتقبلوش. اما لا دار من بعد
2 دقائق ولا 3 دقائق راه تيبقى، وتكون المشاهده. وعلاش لا نساعدوا مع بعضياتنا باش كاملين نوصلوا. صافي البنات كناخذ الشكل كوير على يعني الحجم ديال المشماشه، حجم مشماشه باش تعطيني الشكل المتوسط من الطيب، ما تجينيش كبيره بزاف وما تجينيش صغيره. صافي كنخليها بهذا الشكل هذا، ما كنضغطش عليها بزاف، وكنبعد من بين غريبه وغريبه لانها كتنتفخ، كتعطي العرض وكتعطي هذا وكتزيد تكبر شويه. المهم الفران هنا راني شاعلته البنات على 180 درجه، وغادا نحط الحلوه الفوق يعني فوق العافيه، يعني النار غتكون غير من التحت وحتى كتطلع كتنتفخ يعني كتشد في راسها وكتصفار واحد شويه، غير كتصفار البنات باش تبقى هاد الحلوه كتاخذ لنا اللون ديال الدقيق المحمر، يعني كتاخذ هاد اللون البني اللي كتشوفوه هنا باقي خضره، هذا هو اللون اللي خاصها تبقى عليه، ما تحمرش من جهه ما كتقصاحش ومن جهه اخرى كتاخذ واحد اللون اللي تيكون زوين، عكس الا تحمرات لكم البنات ما كتجيش زوينه الصراحه. صافي البنات هنايا الطاوه الثانيه، الطاوه الاولى هزت لي 30 حبه، وهاد الطاوه البنات هزت لي 40 حبه، كما قلت لكم 70 حبه انا راني حسبتها بحبه وختها. المهم كناخذوا شي لعيبه هكا تكون دايره وكنديروا واحد الحفيره، ولا ديرها غير بصبعك، ولا المهم اللي عندك قضي به تكون شويه غارقه باش من ندخلها الفران ما تنتفخش وتسد لينا هذاك الحفيره. كنضغطوا عليها واحد شويه البنات، كما شفتوا كتضغطي عليها حتى كتوصلي تقريبا للقاع ديال هذه الحلوه. وطريقه سهله وغريبه زوينه واقتصاديه، وتاخذ واحد الكميه اللي هي كثيره البنات، كما قلت لكم 70 حبه ب 125 غرام ديال الزبده وكاس تاع الزيت، زعما ما شاء الله راه كميه كثيره. صافي هنا البنات من بعد ما خرجت الحلوه من الفران ديالي كما شفتوا ها نتوما كنوريكم اللون اللي خاصها تجي عليه، يعني اللون اللي كانت عليه قبل ما طيب. صافي هنا البنات خديت واحد شويه ديال المربى ديال المشماش ديال الخاص بالحلوه، ولا عندكم مربى ديال الماكله طحنوه وصافي غادي يجرى معكم، وشويه الكاوكاو كونكاسي خديته انا جاهز البنات، لقيته غليظ كما كتشوفوا، حمرته ولقيته غليظ ما عجبنيش، وعاود طحنته مره ثانيه وعجبني بهذا الشكل هذا رقيق. انتم لكم الاختيار في الحجم ديال هذا الكاوكاو، ولا لوز ايفيلي ولا كونكاسي ولا شوكولاته ديال المثال، الكوك محمر، اي حاجه باش تخدموا بها البنات خدموا بها للتفنيد. انا فقط كنعطيكم غير الفكره، انتم اختاروا اللي بغيتو. انا البنات صافي من بعد ما غادا نبقى يعني نفند وحده بوحده، غادا نكمل معكم باقي التحضيرات، وبقاو معايا حتى الاخر البنات باش تشوفوا الصوص حليب نيدو كيفاش غادا نخدم به من بعد ما ولا ليا زبده حليب نيدو. راه كيولي زبده البنات لان فيه الزبده، وحليب نيدو تيجمد يعني غير راسو، كل ما طالت المده عليه والا وكيزيد يقصح كيولي زبده. كما قلت لكم راه يصلح حتى الخبز، يعني دهني به الخبز ديالك، غير هو تيكون شويه حلو. هادشي اللي كاين، وتخدمي به جميع الحلويات، سواء تدخليه في الكريمات ولا تدخليه لتزيين الحلويات. روعه روعه الصراحه، غادي تستغني على الشوكولاط بالمره انك تجيبيه وتبقاي تخدمي به، غتخدمي غير بهذا الصوص هذا. البنات كنوريكم الحجم ديال الكاوكاو كونكاسي في الاول من خديته كان كبير وعاود طحنته من بعد. هنا البنات ها هو بالنسبه للصوص الحليب نيدو ولا زبده حليب نيدو البنات، ولا قاصح يعني درتو غير في الثلاجه، يعني بلاصه اللي كديري فيها الخضره، ماشي ضروري الفريغو ولا هذا، غير في الباب ديال الثلاجه فين كديري القراعي ديالك ديال الكونفيتير وهذا حتى هو حطيته معاهم. شوفوا البنات كيفاش كيرجع كيولي كيقصاح وكيبقى صالح البنات مده طويله، يعني ديروا كميه مضاعفه في عده مرات وتحتفظوا به. يعني بالاخص الناس اللي كيصايبوا الحلويات يعني كثار، يعني هكايا في الصيف كيصايبوا الحلويات تاع الناس الاعراس وهذا، يعني مالك اختي غتصايبي هذا الصوص هذا. وانا راني نسمته بالكوك، ولك الاختيار ما بغيتش ديري الكوك ما ديريش الكوك، ديري غير فقط غير الشوكولات. ولا بغيتي المقادير تاعو راه عندي في الفيديو اللي قبل من هذا، رجعي لي اختي وشوفيه، راه فيديو حصري
ومختلف على الصوص اللي كنتي كتخدميه من قبل. كتخدميه بالزيت، هذا مخدوم بمعلقه ديال الزبده، يعني الكميه ديال الزبده حتى هي قليله، يعني راه صحي 100%. وهنا البنات خديت الطريقه اللي غنوريكم اللي غنخدم بها باش نرجعوا الصوص. يعني خديت كاسرونه ودرت فيها الماء غلا اكثر من 10 دقائق، وحيدت الكاسرونه فوق النار، وغندير فيها كاسرونه اخرى صغيره، وغادا ناخذ الكميه اللي غادا يعني غتقدني في هذه الحلوه. خديت انا 2 معالق، ولكن ضفت في الاخر معلقه اخرى حيت ما قداتنيش. اذا المجموع 3 المعالق. وغادا كنحرك، يعني كما شفتوا محيده الكاسرونه من العافيه، غير تما فوق البوطاجي باش ما يتحركش لكم هذا الصوص وما يوليش لكم حبيبات، يعني يبقى رطب ويبقى الملمس يكون لامع الملمس ديالو ورطب. كما قلت لكم الصوص راه روعه روعه روعه، وراه حصري في قناتي. انا قلتها لكم في هذا الفيديو، ما قلتهاش في الفيديو اللي قبل، وكنت كنتسنى انكم تكتبوا لي في التعاليق لانه فعلا حصري، ولكن ما كتبتوهاش ليا. المهم كنا كنشوفوا من قبل، يعني الفيديوهات السابقه عند اليوتيوبرزات الكبار كيخدموا بالزيت وكيدخلوا عليه النشا وكيدخلوا عليه بعض المرات حتى الجيلاتين، وكيخدموه في الطحانه ديال العصير. هذا كما شفتوا من قبل خدمته في حمام مريم، وخدمته فقط بملعقه ديال الزيت وطريقه مختلفه تماما. كنتمنى انكم تجربوه، واكيد ما غاديش تستغنوا عليه. طبعا البنات خديت هذا الصوص ودرته في بلاستيكه ديال الطهي، يعني بلاستيكه نقيه اللي كنديروا فيها اللحم ديال الثلاجه، ودرت عمرت هذوك الحفيرات ديالي كما كتشوفوا. طريقه سهله وبسيطه، وواحد الصوص اللي هو روعه روعه روعه. انا راه باقي سخونه البنات، باقي شويه خفيف. من بعد ما برد البنات رجع لزبده حليب النيدو، رجع الاصل ديالو. وكنقول لكم شكرا لكم لحسن المتابعه ديالكم، وما تنسونيش في اللايكات. الله يجازيكم بخير، وشجعوني باش نجيب الجديد ونستمر معكم في هذه القناه اللي هي في البدايه وفي الاخير قناتي وقناتكم. بكم كتزيد القدام، وبكم يمكن لها توقف، وبكم يعني نتوما توصلوها في المستوى اللي نتوما بغيتو. ومع السلامه عليكم، ونضرب لكم موعد في فيديو لاحق ان شاء الله. والى اللقاء، ونتمنى النجاح للوليدات ان شاء الله، وكل شيء يكون فرحان. ومع السلامه.